بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الزملكاوية السلام عليكم. هو احنا مش في رمضان؟ يعني اللي أعرفه إن في رمضان اللي لسانه واخد على الشتيمة بيلم نفسه شوية، واللي بيشرب حاجة بيمنع نفسه عنها، وكل حد بيعمل حاجة غلط بيمنعها في رمضان إلا الجماهير إياها. قعدت في المدرجات، شتمت بيراميدز، شتمت بورسعيد، شتمت الاسماعيلي، شتمت الزمالك، شتمت جمهور الزمالك، شتمت مرتضى منصور، شتمت عبد الله السعيد، شتمت رمضان صبحي، وما سابتش حد طول ال 90 دقيقة أو ال 120 دقيقة إلا وشتمته. ناس محترمة خالص الصراحة. يلا بينا نبدأ يا زملكاوية. اعمل لايك، اعمل شير، اشترك في القناة وفعل علامة الجرس عشان عايزين نشوفك كل يوم. مش هنتكلم عن مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر ولا اللي حصل فيها ولا اللي عمله الحكم أمين عمر. أمين عمر اللي مفيش مباراة حكمها كان طرف فيها الزمالك إلا وطلع عليه ناس كتير بتتهمه إنه زملكاوي وبيدي الزمالك في مبارياته فوق حقه تحكيميا. أنا بس عندي سؤال بريء. تفتكروا بيراميدز اللي كسب فيوتشر وخرجه من دور المجموعات في الكونفدرالية ومع ذلك أصر إنه يكمل في الشكوى بتاعته لغاية ما خصم نقط من فيوتشر وغرمه ماليا، هيسكت على خسارة بطولة كاس مصر قدام فريق أشرك لاعب موقوف رسميا بأمر من الفيفا اللي هو طبعا الأخ محمود عبد المنعم كهربا، ويعدي الموضوع من غير شكوى وشكوى تتصعد لأعلى المستويات؟ تفتكروا؟ أنا ما افتكرش. خالد لطيف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمين صندوق النادي علق على مشاركة محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلي ضد بيراميدز، وأكد أن مشاركة اللاعب من عدمها لا تعني نادي الزمالك في شيء، ومن الآخر كده احنا مش فارق معانا اللاعب يلعب ولا ما يلعبش، احنا اللي فارق معانا حقنا والفلوس. واكد خالد لطيف ان نادي الزمالك لم يتلقى حتى الان اي اخطار من قبل اللاعب او محاميه بشان سداد الغرامه من عدمه، خاصه ان اللاعب سيجري توقيع عقوبه جديده عليه بعد انتهاء المهله، هو في حال طبعا عدم دفع الغرامه الخاصه بنادي الزمالك. وشدد خالد لطيف على ان النادي لا يشغله مشاركه اللاعب من عدمه في نهائي الكاس، واشار إلى أن كل الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة في بعض الوسائل الإعلامية أن اللاعب جهز المبلغ، الزمالك لا يعلم عنها أي شيء. عدلي القيعي يتحدث عن موقف كهربا. علق عدلي القيعي مدير شركة الكرة بالنادي الأهلي على تطورات ملف قضية الهارب محمود كهربا. عدلي القيعي وخلال تصريحات تلفزيونية أكد أن هناك أمور بيتم بحثها من جانب إدارة النادي الأهلي، وتابع أن هناك تحركات قانونية وردود يتم التحضير لها من كل الأطراف، خاصة فيما يتعلق بأزمة العملة في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن كل طرف بيجهز الدفوع الخاصة به من أجل إثبات صحة موقفه في القضية، مؤكدا أن هذا ليس وقت تلك التفاصيل. هو يا حاج عدلي معلش أنا آسف بس محتاج أن أنا أوضح لحضرتك شوية نقط صغيرة. أولا، ما عادش فيه دفوع ولا كلام ولا قعدات ولا حتى جلسات استماع، الحكم حكم نهائي بات مش قابل حتى للاستئناف او الطعن. الواد هيدفع، وسيادتك لما تروح للفيفا تقول له معلش والنبي اصل احنا عندنا ازمه في الدولار، يقول لك يا ابني روح العب بعيد، انا مالي بالكلام ده، ادفع اللي عليك. اعلان من برزنتيشن بشان السوبر المصري. تكشف شركة برزنتيشن برئاسة سيف الوزيري راعي الكرة المصرية يوم الخميس المقبل عن الراعي الجديد لبطولة كأس السوبر المصري ما بين نادي الزمالك بطل الدوري والنادي الأهلي بطل الكأس، حيث من المقرر أن تقام مباراة السوبر بدولة الإمارات العربية الشقيقة في أبو ظبي يوم 5 مايو المقبل، بعد أن توج النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر بلقب كأس مصر لمرة 38 في تاريخه عقب الفوز على فريق بيراميدز في المباراة النهائية بثنائية في مقابل هدف. محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي تم طرده خلال لقاء نهائي كأس مصر ما بين الأهلي وبيراميدز بعد تعديه بالضرب على فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز بدون كرة، ليخرج الحكم أمين عمر البطاقة الحمراء في وجه مدافع الأهلي. الحقيقة إن محمد عبد المنعم هيلعب مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري اللي هتقام يوم 5 مايو على الأراضي الإماراتية بشكل طبيعي، لأن مسابقة السوبر منفصلة عن مسابقة الكاس، منفصلة عن بطولة الدوري،
ولكن من الوارد ان يتم ايقاف اللاعب 3 مباريات في مباريات كاس مصر الموسم الجديد النسخه الحاليه، وده طبعا لان زي ما قلت لحضراتكم كل مسابقه منفصله بالكروت بتاعتها. الكولومبي خوان كارلوس المدير الفني الجديد لنادي الزمالك سيصل إلى الأراضي المصرية في ساعات مبكرة من صباح الثلاثاء برفقة طبعا الأسباني بيدرو جوميز المدرب العام أو المساعد الخاص بيه. الزمالك أنهى كل إجراءات سفر الراجل، والراجل خلاص بإذن الله بإذن الله هيصل زي ما قلت لحضراتكم صباح الثلاثاء. المهم دلوقتي ان خوان كارلوس كان اداره نادي الزمالك كلموه على انه يعني يشاهد مباراه حرس الحدود من المدرجات، الا انه رفض وقرر انه ينزل ويكون متواجد في تدريبات يوم الثلاث ويوم الاربع، ويقود مباراه حرس الحدود يوم الخميس باذن الله من ارضيه الملعب. هاني حتحوت ينقل تصريح من على لسان فتوح. اوضح هاني حتحوت تفاصيل تواصله مع ظهير ايسر الزمالك احمد فتوح، واشار خلال تصريحاته ان اللاعب شارك مع الزمالك ضد البنك الاهلي، وذلك بعد ايام من كلام كثير وقوي عن علاقه فتوح بالقلعه البيضاء، عدم التجديد، وكلام انه سجل مكالمات، وكلام عن انتقاله للاهلي. تواصلنا مع اللاعب بعد المباراه وسالناه عن كل شيء. وقال حتحوت تصريحات على لسان احمد فتوح: عقدي مع القلعه البيضاء لم ينتهي، وانا تحت امر النادي، لن العب في مصر الا للابيض ولا انشغل بما يقال عني، كل تركيزي مع الزمالك. قرار من نادي حرس الحدود نحو مباراته مع الزمالك. كشف مصدر من داخل الزمالك عن ملف مباراة الفريق القادمة أمام حرس الحدود، حيث يستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود مساء الخميس المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري. مصدر من داخل الزمالك أكد أن فريق حرس الحدود أخطر نادي الزمالك بنقل المباراة إلى ملعب الكلية الحربية، وذلك بدلا من إقامتها على ملعب الفريق العسكري في الإسكندرية على ملعب استاد الماكس. كان الفريق قد حقق الفوز على البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين بهدف نظيف أحرزه النجم محمود حمدي الونش. عودة مدافع الزمالك إلى التدريبات. شهدت تدريبات الفريق الاول لكرة القدم في النادي والتي اقيمت مساء الاثنين على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله مشاركة محمود شبانه مدافع الزمالك استنادا لمواجهة حرس الحدود، حيث انهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له بسبب معاناته بإصابة بكدمة في الركبة، مما تسبب في غياب اللاعب عن الزمالك في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي. أصبح اللاعب جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة وخاصة مباراة حرس الحدود القادمة في الدوري. محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى نادي الزمالك رفض تماما سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى. محمد عبد المنصف بلغ مدحت عبد الهادي القائم بأعمال المدير الفني ان فكرة التدوير ما بين الحراس بتؤثر بالسلب على مستوى الحارسين، وبناء عليه هو قرر الاعتماد على الحارس الأكثر جاهزية بدنيا وفنيا وذهنيا. الاتجاه العام داخل نادي الزمالك دلوقتي هو الاعتماد على محمد صبحي في مركز حراسة المرمى بشكل اساسي. اهو محمد عبد المنصف ده ايام ما كان بيلعب كان اكتر واحد بيعاني من الامر ده، كان في اوقات كتير بيبقى في مستوى عالي جدا، ولكن عبد الواحد السيد قوي جدا جدا داخل فريق نادي الزمالك، وبناء عليه كان بياخد المكان. قرار من مدحت عبد الهادي استعدادا لمباراة حرس الحدود. وضع الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم في النادي برنامج تأهيلي واستشفائي خاص لمجموعة اللاعبين الاساسيين الذين شاركوا في مباراة البنك الاهلي. أدت هذه المجموعة تدريبات بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمنازيوم لعلاج حالة الإجهاد العضلي، ثم خاضت تدريبات تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب ضمن البرنامج المخصص لهم من قبل علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق. في نفس الوقت خاضت مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة البنك الأهلي تدريبات تأهيلية قوية لمدة 25 دقيقة تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المساعد، تم خلالها التركيز على أمور بدنية عديدة في إطار تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن. حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على عقد جلسة مع علاء رجب مخطط الأحمال تم خلالها الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية وسير البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار. مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على عودة لاعب خط وسط الفريق المعار للبنك الأهلي حمدي علاء، حيث يوجد استقرار على عودة حمدي علاء للأبيض في الموسم الجديد بسبب التطور الكبير الذي ظهر في مستواه خلال الفترة الماضية. بيرفض الزمالك طلب إدارة البنك الأهلي بشأن تمديد إعارة لاعب خط وسط الفريق لموسم آخر خلال الفترة القادمة. الحقيقة هو مش حمدي علاء بس اللي الزمالك استقر على عودته،
بنسبة 99% الزمالك هيرجع كل المعارين مع نهاية الموسم ده، وكل القرارات بشأن الفريق، بشأن بقى تجديد الإعارة، بيع لاعب، خروج لاعب، على أي سبيل من السبل، هيكون عن طريق المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس. وفي ختام فيديو النهارده لا يسعنا الا شكر حضراتكم على حسن المتابعه وحسن الاستماع. استنونا بكره ونشوفكم باذن الله على الف الف خير. تقبلوا تحياتنا، مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناه كوره كل يوم مع مؤمن. السلام عليكم.